صراحة أنا كاين دابا في الخدمة، وهذا الخبر ديال حكيم زياش أثار الانتباه ديالي. تخيل معايا يا خويا العزيز أن أخيرا حكيم زياش اللي كنا كنشوفوه في تشيلسي وفي أياكس وفي المنتخب المغربي في كأس العالم، دابا غيرجع للوداد البيضاوي. واش بصح؟ واش فعلا وقع ولا غير إشاعة جديدة من الإعلام؟ وخليك معايا في هذا الفيديو، غنعاود لك القصة كاملة من الأول حتى الأخير. يعني غادي نوريك شنو قالوا المصادر بالضبط، المصادر العالميه في هادشي. واش العقد غيتسجل رسميا ولا شنو المده ديالو، واش غيلعب دابا ولا حتى الموسم الجاي. المهم القصه بدات في اكتوبر 2025 منين بدات كتخرج اخبار على ان حكيم زياش اللي كان في نادي غلطة سراي تركي غادي يفسخ العقد ديالو وغيولي حر، يعني غيولي بلا التفاريق. ومن داك الوقت صراحه بزاف ديال الصحف المغربيه والعالميه بدات كتربطو بالوداد البيضاوي، النادي اللي كتعتبر من اكبر الانديه في افريقيا. وهاد الاخبار كانت في الاول غير اشاعات، ولكن من بعد خرج الصحفي المعروف فابريزو رومانو اللي معروف هيرو ويغو، وقال ان حكيم زياش توصل لاتفاق نهائي مع الوداد. العقد مده ديالو سنه واحده مع امكانيه تمديد فاش يسالي العقد الاول. يعني اللاعب الكبير حكيم زياش اللي كان في اوروبا غادي يرجع للمغرب وبالضبط في البطوله الوطنيه. تخيل معايا، غير تخيل معايا. وحسب المواقع الاعلاميه اللي المواقع العالميه اللي غنحط لكم في الوصف، الصفقة تسدات رسميا نهار 22 اكتوبر يعني البارح، وكتوضح ان المدة فيها عام مع خيار تمديد الى غاية 2027. نوع العقد غيكون انتقال حر، يعني ما كانش صفقة شراء غير توقع مباشر من بعد ان حكيم زياش نهى العقد ديالو مع غلطة سراي التركي. يعني الراتب تقارير صراحة ما كشفتش تفصيل، ولكن كاينه هضره كدور حاليا، كاين راتب محترم باش يكون ضمن نجوم البطوله المغربيه. وبعض التقارير قالت ان زياش غادي يبدا التدريب ديالو مع الوداد قبل نهايه هذا الشهر باش يكون واجد المباراه ديال البطوله الدوري الافريقي. وما كنظنش غيلعب في الديربي، ولكن غيوجد راسو صافي المباريات القادمه. وحسب نفس المصادر اللي قلت لكم، زياش غادي يكون رسمي من دابا في الوداد، يعني قبل نهايه هذا العام. غير هو خاص يتم التسجيل ديالو في العقد في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش يكون مؤهل رسميا للعب في البطوله الوطنيه. وهذا التسجيل غيتوقع يكون في الايام الجايه ان شاء الله، يعني هاد السيمانه يقدر، لان نادي الوداد سال الاجراءات الاخيره. يعني زياش غادي نقدروا نشوفوه يلعب الوداد قبل يناير 2026 ان شاء الله. وفي النهايه سواء زياش غادي يبدا دابا ولا الشهر الجاي، المهم هو ان زياش الرجوع ديالو للوداد خبر صراحه زوين وتاريخي، وغادي يعطيك دفعه كبيره للوداد، كرة القدم المغربيه. تخيل معايا زياش لابس حمراء وتوني ديال الوداد صاحبي، كي غتكون المهم غيعطي واحد الدفعه صراحه البطوله الوطنيه، وغيسلط الضوء الوداد الرياضي وبصفه عامه البطوله الوطنيه، حيت كاين فرق كبيره كتابعوا على برا. يعني السؤال اللي غنسولك باش تجاوبني في التعليقات، كيفاش غيبان لك الاضافه ديال زياش؟ مثلا الاضافه ديال زياش واش غتعطي تغيير الكره القدم المغربيه؟ المهم هكذا وصلنا للفان، نتمنى نوضحت لكم تقريبا بعض التفاصيل، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وصراحه انا عرفت راسي غبرت ديال بصح على هذه القناه، ولكن مؤخرا اولي الفيديوهات على الجهد الخوت، صراحه غبرت على حساب العمل وصافي والله.